النهارده جبت لك فيزا تونه وهقول لك على ازاي تظبط وقتك في 5 خطوات بس. تعالى معايا. اول حاجه تساعدك على تنظيم وقتك وهي انك تحدد اولوياتك وتحدد اهدافك. مش عايز اقول لك الموضوع ده مهم جدا في ان انت تنظم وقتك. لما تنظم اهدافك وتحددها قدامك، فانت بتخصص كل الوقت في الحاجات دي، في الاهداف دي، فعشان كده ما بتضيعش وقت وما بتسيبش وقت فاضي. عشان كده انا بقولك حدد اهدافك قدامك، اكتبها في ورقة عشان تقدر تشوفها. تاني حاجة، عايزك تعمل مهام يومية. اكتب مهام يومية اللي انت عايز تقوم بيها، او اكتب المهام الشهرية، او اكتب المهام الاسبوعية. الحاجات دي بتساعدك على ان انت ما تضيعش وقتك، وتساعد على ان انت تقوم بالاهداف دي في اقل وقت. تالت حاجة وهي عايزك تخصص لوقتك. تخصيص الوقت بيعتمد على حاجتين: وقت الشغل ووقت الراحة. خلي وقت الشغل شغل، وقت الراحة هلس، عايزك تهلس فيه. دي حاجة هتساعدك على ان انت تعلي دماغك وتخلي الريكفري بتاع دماغك شغال، ان انت تشتغل وتاخد راحة، تشتغل وتاخد راحة. ودي حاجة هتساعدك جدا على ان انت تخلي وقتك في حتة مفيدة. رابع حاجة وهي تقليل المهام اللي مش ضرورية، زي التليفون، زي اليوتيوب، زي الفيس، زي الانستا، زي التيك توك. تقعد تسكرول كده كتير، وقت كتير قوي، وتضيع وقتك على الفاضي. دي حاجة انت مش هتستفاد منها، دي حاجة انت بتضيع وقتك فيها. خلي وقتك في حاجة مفيدة. لازم تقلل من التليفون. انا عن نفسي والله انا عامل الموبايل ساعتين في اليوم بس. ايام الدراسة بعمل الموبايل ساعتين في اليوم بس. خامس حاجة والأخيرة وهي اللي انت لازم تركز على المهام الصعبة. المهام اللي بتتطلب جهد كبير، ركز عليها. لازم تديها عاليات وقتك، عشان دي الحاجة الوحيدة اللي هتوصلك لنجاحك واللي هتخليك مجتهد في شغلك. خلي المهام الصعبة الأول، وحدد أولوياتك وأهدافك. بس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتروق عليا.